صباح الخير، صباح النور الكبيدات. غبرت عليكم الظروف شخصيه. ان شاء الله رجعت لكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الغديوه ديالي والنهار ديالي، الروتين ديالي ديال اليوم غادي نشارك معكم الفلفله معمره اللي انا ديجا كيف ما وريتكم في الفيديو السابق كندهنها بشويه زويته بلديه، دخلتها الفران وغادي نقشر ليها غير هاد الجليده باش تجيني رطبه وهشيشه. في البانيو هنا خديت الروز اللي سلقته ديجا. كتسلقوا الروز غير العادي، الربيع والثومه. اليوم غادي نديرها غير بالروز، ما غنزيد عليها حتى شي اضافه. مالفا تقدروا ديروها بالكفته، ديروها بالكروفيت، ديروها بلاش، كتجي تاني زوينه. هنا خديت الربيع والثومه، التحميره، سكينجبير، الخرقوم، الابزار والمليحه. غادي نجمع الكل، نحلوا الفليفله ونعمروها. في الطويجين خديت المطيشه ديالي اللي سلقتها وطحنتها، درت عليها حتى هي الربيع والثومه، شويه ديال السكر سنيده باش يهرس لها الحموضه، المليحه، زويته بلديه، الابزار، سكينجبير، الخرقوم، المليحه. غادي نرد الطويجين ديالي يتشحر فوق البوطه ونعمر الفلفله وانا معكم. هاد الطويجين ديالي الكبدات من بعد ما درت الروز كاضافه انا درتها، حكيت الفرماج احمر على الروز باش يعطينا واحد التعديكه. لا ما عندكمش ماشي ضروري. عمرت الفليفلات، ستفتهم، هادو حليتهم من الوسط وعمرتهم، وهادو سديت عليهم. ملي غلا لاصوص كنستفوهم، نغطيو عليهم الطويجين، نخليهم حتى يطيبوا وها حنا معكم. ورجعت لكم دابا من بعد ما سديت على الطويجين ديالي. غادي نشارك معكم الكوتي ديالي نوجدو للوليدات قبل ما يجيو من المدرسه. هنا عندي كاس ديال الحليب اللي ديجا دفيتو، قياس كاس العلبه. حكيت واحد شويه ديال الحامض، تقدروا ما تنسموها غير بالفاني، انا ما عنديش الفاني، درت قشور الحامض. غادي نديرو 4 ديال المعالق ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه اولا الفوريه ديجا درتها في البول، 4 كاس ديال الزيت، قبيصات الملحه، وبيضه كامله، والدقيق حسب الخليط. وهنا معاك زدت البيضه كامله، 4 كاس ديال الزيت. ودابا غادي نزيد الدقيق بالتدريج حتى تجمع عندي العجين ديالي وتكون لينه ورطبه ونرجع لكم. ومن بعد ما كتعجن العجين ديالي، شفتوا كيفاش كتكون لي، خصها تكون بحال هكا رطبه ليس. غادي نزيدو عليها الزبده معلقه مع ماش، اي نوعيه ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، ونجمعوا الكل وحنا معاكم. وهنا الكبيدات، شوفوا كيفاش خصها تكون العجين ديال البريوش ديالنا بهذا الشكل، شفتوا كتكون رطبه. غادي نخليوها حتى تختمر ويضاعف الحجم ديالها مزيان، ضروري تخليوها في المرحله تختمر ونرجعوا لكم. وانا هنا حبيت نعمر هاد البريوش ديالي بواحد الكريمه ديال الحامض. هنا عندي كريم باتيسير ديال الحامض، ولات متوفره في كاع الاسواق، نسمه ديجا بالحامض. غادي نديرو معها 5 المعالق ديال السكر سنيده. هنا عندي 5 الكيسان ديال الحليب، نحك عليهم واحد شويه ديال القشور ديال الحامض، ندوز نحطهم فوق البوطه. وهنا معكم درت 2 معالق كبار كريم باتيسير، 4 ديال السكر حسب الذوق السكر، قشور ديال الحامض، الحليب كما قلت لكم 5 الكيسان. وغادي نديرها فوق النار حتى تختار. وهنا معكم وهذه هي الكريمه ديالي الكبيدات. من بعد ما اختارت غادي نغطي عليها بواحد البلاستيكه ونخليها حتى تختمر معايا البريوش ديالي. تقدروا تعمروا غير بالكريمه السائله ديال الشوكولا، تقدروا تعمروا بحبيبات الشوكولاط، كل واحد يعمر بالحشوه اللي بغا. غادي نغطي عليها ونخليها على جنب حتى يختمر البريوش ديالي ونرجع لكم. كبيدات، هذا هو البريوش ديالي من بعد ما اختمر. شفتوا كيفاش ضاعف الحجم ديالو، خصكم تخليوه في الاول يختمر. شوفوا الفقاعات. دابا غادي نديكازيه وندوز نكورو ونرجع لكم. كبيدات كنسرحوا الكويرات ديالنا هكا بهذا الشكل. غادي نديروا شويه ديال لا كريم باتيسير، حاولوا تخليوها حتى تبرد، انا درتها شويه سخونه صافي. وكتبداو تجمعوا على شكل باكيت. وهاني معكم الكبيدات. بعد ما كديروا ديك لا كريم باتيسير الوسط كتسدوه بحال هكا على شكل باكيت، تقدروا ديروها على شكل كريسات بحال هكا مدوره ولا طويله. لا كريم باتيسير هنا تقدروا تستعملوا الشوكولات كيدار في التيبا، حتى هو تقدروا تستعملوه. استمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي ونرجع لكم. هذا الشكل الاخر تقدروا ديروا شويه ديال لا كريم باتيسير، طريفات ديال الشوكولاط، وتجمعوها اختياري كيف ما حبيتوا، وما تمشيو فين حتى تشوفوا الشكل النهائي ديالو. الكبيدات خليهم حتى يضاعف الحجم ديالهم غير واحد شويه. غادي ندهنوهم بصفار بيضاء ونقيطات ديال الخل والحليب ونرجعوا لكم. الكبيدات من بعد ما اختمروا البريوش ديالنا كنديروا هنا صفار بيضاء، نقيطات ديال الخل وشويه ديال النسكافيه. دهنوهم مزيان، زينوهم يا اما لا عندكم اللوز كونكاسي زينو بيه، انا عندي غير الزنجبيل. غادي نزين بيه نخليهم في الفران حتى يتحمروا ونرجعوا. والكبيدات ديالي هذا هو الطويجين ديالي ديال الفليفله. من بعد ما طابت حكيت عليها الفرماج احمر، كتجي معلكه وملبيه ورائعه. جربوها الكبيدات. وهذا هو البريوش ديالي باقي سخون، زينته بخطيطات ديال الشكلاط، كيجي داك لا كريم باتيسير رائع وكتجي مفشفشه ورطبه. جربوها وردوا عليا. زين كيبقى اختياري. نهاركم مبارك سعيد.